إذا حابب تعرف نسبة الحظ على عجلة سيارات الماكلارين الجديدة وكم تفتيحة حصلنا السيارات، تابع معي الفيديو للأخير لتعرف كل هاي التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم أخواني؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. بالبداية مثل ما تعودنا بكل فيديو يا جماعة، خلينا نصلي على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا حابب تفتح على سيارات الماكلارين الجديدة وحابب تحصل سيارة ومحتار لا تعرف كيف الحظ على هي العجلة، تابع الفيديو للأخير ولا تتجوز منه ولا ثانية، لأنه هذا الفيديو يا جماعة تفتيح فل للباكج. فربي يسعدكم. بالبداية إذا ما كنتم مشتركين بالقناة ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتدعموني بزر اللايك وتعليقكم الجميل بالتعليقات لنعرف من أي مكان عم بتتابعونا، اكتبوا لي بالتعليقات. وكمان يا جماعة رح خبركم انه عملت قناة جديدة على التيك توك، فبنتظر دعمكم لهي القناة ومتابعتي لتعرفوا كل الجديد. بنشر عليها بشكل مستمر أهم التسريبات، مقاطع قصيرة، بتعرفوا على التيك توك التفاعل أكتر. فاللي بيحب يتابعني على التيك توك رح اترك لكم رابط القناة بالوصف هذا الفيديو، بإمكانكم توصلوا له بشكل مباشر. وبالإضافة يا جماعة رح اترك لكم اسم القناة بالفيديو بزاوية الفيديو هاد، بإمكانكم تكتبوا بالبحث اسم القناة F66 شخطة مجد، تصلوا له بشكل مباشر. ويلا سوا يا جماعة بالأخير الحظ على عجلة الماكلارين الجديدة ونشوف التفتيحة عليها. فيا جماعة اللي ما فتح على هي العجلة بإمكانك تحضر الفيديو للأخير وتشوف نسبة الحظ على هي العجلة وكم بيكلف المفتاح لحتى تحصل على سيارة من هي السيارات. ومثل ما بتعرفوا يا جماعة نزل عنا سكنات جديدة على نمط الفورمولا 1، راح يكونوا سكنات للبقي. ومثل ما نكون شايفين بلشنا بضربة 60 شدة وال160 بهذا الشكل، 5800 هون اعطانا مثل ما نكون شايفين 500 عملة خاصة بالمفتاح على 5000 تقدم فشل، 7000 كمان تقدم بسيط، حصلنا مفتاحين مثل ما نكون شايفين. يعني الباكج صعب جدا يا جماعة، يعني انت وحظك. فمثل ما نكون شايفين بنرجع بنعيد، حصلنا مفتاحين فشل، إعادة تقدم كمان فشل، كمان مرة 500 شدة 1000 فشل، كمان تقدم مرة واحدة 2500 شدة فشل، 2500 شدة كمان. يعني الحظ صعب عليها يا جماعة. مثل ما نكون شايفين 7000 تقدم، حصلنا مفتاحين. يعني الحظ لا بأس، يعني بدك يكون عندك شدات منيح لحتى تحصل على التقدم السريع وتحصل على مفتاح. فشل 180، 500 تقدم فشل. بصراحة السكنات رهيبة جدا يا جماعة بالنسبة للعجلة الجديدة. السيارات اللي نزلوا جدد رهيبات جدا، فأنتوا اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، شو رأيكم بالعجلة الجديدة. حصلنا مفتاحين مثل ما نكون شايفين، تقدم كمان مرة 180. يعني الحظ عليها يعني بدها صرف شدات لحتى تحصل عليها، ومثل ما بتعرفوا كلها اسقاط السيارات. فاكتبوا لي بالتعليقات اي سيارة حبيتوا من هي العجلة. بصراحة بالنسبة للبقي سكنات كتير حلوة، سيارات الفورمولا 1 يعني كتير مميزات بالنسبة لسكنات البقي. وحصلنا هون مثل ما نكون شايفين مفتاحين. ننتقل حاليا بالنسبة للسكنات اللي حكيت لكم عليها. بالنسبة للبقي أخذنا السيارة البرتقالية. يعني بالنسبة للعجلة، العجلة رهيبة جدا يا جماعة. هاشتاج الماكلارين، جامع الماكلارين. ومثل ما نكون شايفين سيارات البقي سيارات الفورمولا 1
عنا هاي التحفة رهيبة جدا يا جماعة، والله رهيبة جدا. فانتوا اكتبوا لي بالتعليقات اي سكن عجبكم اكتر من هدول السكنات. بالنسبة لسيارات البقية يا جماعة، مثل ما انكم شايفين عنا بمفتاح واحد يعني تحصل على السكنات الخاصة بالبقي الفورمولا 1 من ماكلارين، كلها مفتاح واحد مثل ما انكم شايفين. طبعا هي السكنات يا جماعة بتوقع يعني انه بتتكرر، بس بدها بعد فترة ترجع من جديد، يعني بتوقع بالسنة لترجع مرة. فانتو شو رأيكم اكتر سكن شو هو اللي عجبكم من بين هي السكنات؟ 375 مثل ما انكم شايفين عن طريق الاسترداد هدول المفاتيح التفتيحات. بالنسبة للبدلات مثل ما انكم شايفين بإمكانك عن طريق العمل الخاصات بالعجلة بتحسن تسترد البدلات. عنا 3 بدلات مثك، بصراحة هاي البدلة هي أحلى شي بيناتهم. عنا أيضا سكن للإم كي، كلهم هدول طبعا بيرتفع مستوى الحساب، مستوى السكنات على الحساب مثل ما انكم شايفين. وعنا هاي الشوت جان، يعني السكنات الموجودة حاليا مع العجلة لا بأس فيهم، حلوات. فأنتوا تقييمكم لها بالتعليقات، بنتظر رأيكم بالتعليقات شو أكتر سكن عجبكم من هي العجل. يعني بالنسبة لعجلة الماكلارين 25 ألف شدة بتحسن تحصل مفتاح من العجلة، يعني بتحصل على سيارة. واللي فتح على هاي العجلة يا جماعة يكتب لي رأيه بالتعليقات كم كلفته السيارة لحتى حصل على المفتاح. كمان مثل ما نكون شايفين عنا البدلات الخاصة بهي العجلة. يعني بصراحة السكنات بتوقع يعني عودة على اللعبة رح يكون بده فترة منيحة لترجع. فأنتو شو رأيكم، شو أكتر شي عجبكم من هي السيارات وأكتر سكن موجود بالعجلة عجبكم؟ على 500 شدة ضربة تقدم حلو، على 2500 فشل. طيب على 7500 طبعا 7500 في مضمونة، يعني بنحصل على مفتاح مضمون حلو. طلع مفتاحين 3 مفاتيح حصلنا بهي الضربات. هي السيارة مثل ما نكون شايفين ب3 مفاتيح. صراحة بالنسبة لسكنات البقي يا جماعة السكنات رهيبة جدا. فأنتوا تقييمكم لهي العجلة وشو أكتر شي حبيتوه يا جماعة من عجلة الماكلارين الجديدة؟ اخواني حبايبي وصلنا لنهاية فيديو اليوم، بشكر كل اللي تابعني لهي اللحظة، ربي يسعدكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمي بزر اللايك لهذا الفيديو وتعليقكم الجميل. دمتم بخير، سلام.